هو انا ازاي اسخن في نظام الهاي انتنستي لو فوليوم؟ اول حاجه المراجعه اللي انا اعتمدت عليهم الكتابين دولت. التسخين او الورم اب بيكون من مجموعه لثلاث مجموعات، وبيكون النسب ما بين 50 ل 70 ل 75%. ده التسخين عشان في ناس بتدخل تسخن ب 20%. يعني مثلا حد بيشيل 100 كيلو، تلاقيه مثلا بيسخن ب 20 وخلاص، يقول لك انا هبدا المجموعه الاساسيه بتاعتي. فهنا التسخين المايك مانزر بيقول لك ايه؟ بيقول لك الورم اب بيكون من واحد لثلاث مجموعات، وبيكون نسبة التسخين من 50 ل 70 ل 75%. تعال ندي مثال. انت مثلا بتشيل 100 كيلو في تمرين البنج، تمام؟ البنج، فانت دلوقتي اول مجموعة هتشيل فيها 50%، تاني مجموعة هتشيل فيها 60%، تالت مجموعة هتشيل فيها 70 ل 75%. طبعا انت هنا مش لازم تاخد الثلاث مجموعات، ممكن مجموعة، ممكن اتنين، ممكن تلاتة، تمام؟ فالتكرار بيكون من 8 ل 15. ده التسخين. وهنا بقى هسألك سؤال: هل التسخين ده لازم يكون قبل كل زاوية عضلية هتلعبها، ولا انت هتلعبه في الأول بس ومبتلعبوش تاني؟ هستناكم تقولوا لي في التعليقات، علشان ان شاء الله بارت 2 في ازاي تعرف تلعب نظام عالي الشدة صح يوصل لك بإذن الله.